هنعمل النهارده الحواوشي المصري، مقرمش من بره وطعمه يجنن، واهم حاجه التتبيله. بسم الله. هحط في الكبه بصلتين كبار وحبيتين فلفل رومي ومعاهم قرن فلفل حراق، اديتهم فرمه سريعه كده. بعد الفرم معلقه توم، ودي مهمه جدا، بابريكا، معلقه كزبره، كمون، معلقه لورا على حبهان مطحونين، معلقه كبابه صيني ودي بتوديها في حته تانيه خالص، معلقه ملح واظبط الملح بتاعي كويس، وطبعا معلقه فلفل اسود، ونضرب كل ده في الكبه لغايه ما ينعم تماما. ولو وصلتي لغايه هنا صلي على الحبيب واعملي لنا لايك ومتابعه لكل جديد. نص كيلو لحمه مفروم هضيف عليه حوالي 60 جرام ليا مبشوره، واضيف معلقه ملح وفلفل، واضيف نص باكو بيكنج باودر، واعجن كويس جدا، واضيف خلطه التتبيله على اللحمه، ونكمل عجن لغايه ما الكلام الحلو ده يتمكس مع بعضه كويس جدا. اجيب رغيف التموين بتاعنا الجميل وافتحه من الجنب بالطريقه دي، اخد قطعه مناسبه من اللحم اللي جهزته واحشي بيها الرغيف وافردها كويس، وانا هضيف جبنه موتزاريلا واكرر الخطوات دي مع الباقي. التسويه في طاسه احط شويه من الزيت، واول ما تسخن الطاسه اضيف رغيف الحواوشي، هسيبه على نار متوسطه لمده دقيقتين. بعد كده اوطي النار واغطيه واتابعه واشيل الغطا بعد ما اخد لون حلو من الناحيتين واتاكد ان هو استوى. وبكده معاكي احلى رغيف حواوشي وبالف هنا.